طلع علينا الإعلام المصري الجميل المحايد بعد نهاية مباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا في جنوب أفريقيا بالتعادل 0-0. طلع علينا وقال إن بيراميدز حقق اللي ما قدرش يعمله الأهلي مع فريق صن داونز. وسبحان الله نفس الإعلام المغرض ده ما سمعتوش بيتكلم خالص بعد ما صن داونز جه هنا وعمل الجلاشة مع فريق بيراميدز. يعني صن داونز امبارح كان بيلاعب فرقه بيراميدز، عمل معاها جلاشه، كسبها هنا 1-0 تمام. وفرقه بيراميدز اساسا ما وصلتش لجون صن داونز، ملهاش اي فرصه خطيره على المرمى طول ال 90 دقيقه. بيلعبوا 90 دقيقه في القاهره مع فرقه صن داونز، ما لهمش اي فرصه خطيره على المرمى. يا اخي ده انا لما تعادلت مع صن داونز هنا في القاهره وخرجت في بطوله الدوري الافريقي كنت عاجن صن داونز. القصه كلها ان انا ضيعت كل الفرص اللي اتيحت وضيعت ضربه جزاء، كنت عاجنه هريه. هل بقى الاعلام المصري الجميل المحايد هيطلع يقول ان فرقه بيراميدز ما عملتش اللي قدر يعمله النادي الاهلي مع فرقه صن داونز، وان هو يحسب صن داونز في ملعبه، وان هو يكسب صن داونز هنا؟ قبل كده انا كسبانه، وقبل كده في بطوله القاضيه ممكن كسبانه 2-0 هنا، وكسبانه في البطوله اللي بعدها 2-0 هنا برضه لما صلاح محسن جاب جون في اخر دقيقه من المباراه. فانا كسبت صن داونز هنا اهو، انت يا بيراميدز خسرت من صن داونز هنا، اول مباراه بينكم خسرت من صن داونز هنا. هل الاعلام المصري الجميل بقى طلع يقول ان فرقه بيراميدز ما قدرتش تعمل اللي عمله النادي الاهلي مع فرقه صن داونز؟ لا طبعا مش هيطلع يقول كده. هيطلع بس اقصى حاجه هيطلع يعملها ان هو يطلع يكتب ان فرقه بيراميدز خسرت 1-0 من فرقه صن داونز دون الاشاره للنادي الاهلي من قريب او من بعيد. طب طالما انت مش هتشير للنادي الاهلي من قريب او من بعيد، بتجيب سيره النادي الاهلي ليه في مباراه الذهاب؟ وان بيراميدز عمل المستحيل في مباراه الذهاب، اصله تعادل مع صن داونز الخرافي، صن داونز اللي جاي من كوكب اخر. في ايه يا جماعه؟ ما الوداد المغربي متعادل السنه اللي فاتت مع صن داونز في قلب بريتوريا 2-2 ومخرجه من بطوله افريقيا، ولعب النهائي قدام النادي الاهلي وخسر. ايه التعادل مع صن داونز يعني؟ التعادل مع صن داونز ده بيترو اتلتيكو في الدوري الافريقي متعادل مع صن داونز في جنوب افريقيا 0-0 برضه. بيترو اتلتيكو كده عمل انجاز تاريخي انه تعادل مع صن داونز اللي ما قدرش عليه النادي الاهلي. يا جماعه بطلوا قرف، ده حتى المعلومه اللي انت كاتبها معلومه غلط. نادي بيراميدز عمل اللي ما عملوش النادي الاهلي. ازاي يعني؟ طب ما انا متعادل مع صن داونز قبل كده اكتر من مره وباكتر من نتيجه، 1-1 1-1 و2-2 و1-1، متعادل معاه 4 مرات هناك. يعني انا متعادل مع هناك في بريتوريا 4 مرات. ازاي بيراميدز عمل حاجه انا ما قدرتش عليها؟ ويوم ما يخسر هنا ما تجيب سيره الاهلي خالص وتعكس الايه وتقول ان بيراميدز عجز عن اللي عمله النادي الاهلي مع صن داونز انه بيكسب صن داونز هنا، ما تجيب سيره الاهلي خالص. اعلام محايد جميل، هو ده الاستثمار الجميل اللي احنا كنا مستنيينه من فرقه بيراميدز، واللي الاعلام بيقول لك استثمار عالمي ما فيش منه. وبيراميدز طور الكره المصريه ان هو حاليا متزيل مجموعته في دوري ابطال افريقيا، ان هو حاليا من 4 مباريات احرز هدف واحد بس، ان هو حاليا مش عارف يجيب جون في فرقه موريتانيا وخسر. واول خساره من فرقه موريتانيه، من انديه مصريه تخسر من فرقه موريتانيه على ايد بيراميدز المصري، يخسر من فرقه موريتانيه 2-0. لا فعلا استثمار جميل واستثمار رائع ومنافس قوي للنادي الاهلي، ان هو حاليا متزين مجموعته وقريب جدا من الخروج، خصوصا ان هو رايح لمازيمبي الكونغو المباراه اللي جايه، ولو خسر المباراه اللي جايه هو خارج دوري ابطال افريقيا. وبنسبه كبيره مازيمبي مش هيفوت الفرصه دي على الاطلاق، وهيسعى ان هو يكسب بيراميدز بمنتهى القوه علشان يخرجوا من البطوله ويصعد مع صن داونز. وحاليا الاقرب للصعود هم صن داونز جنوب افريقي ومازيمبي بنسبه 90% او 85%، الاثنين دول هم اللي صاعدين. هو ده بيراميدز القوي، بيراميدز اللي انتوا عملتوه عشان ينافس النادي الاهلي. مش عارف يتخطى دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، مش عارف يكسب غير ماتش واحد من 4 مباريات في دوري ابطال افريقيا، مش عارف يجيب غير هدف واحد من 4 مباريات من دوري ابطال افريقيا. أسوأ دفاع في المجموعه في دوري ابطال افريقيا، متزيل مجموعته برصيد 4 نقاط في دوري ابطال افريقيا. هو ده الفريق اللي بينافس النادي الاهلي؟ هو ده الفريق اللي بينافس الاهلي في الدوري؟ هو ده الفريق اللي انتوا عاملينه عشان ينافس النادي الاهلي؟ لا فعلا ونعم. هو ده الفريق اللي انتوا بتقارنوه بالنادي الاهلي؟ ازاي يا جماعه؟ طب انت حتى لما تيجي تقول لي انا بقارن الزمالك بالنادي الاهلي، طب يا عم الزمالك عنده 5 دوري ابطال افريقيا، انت جايب لي فرقه ما خدتش دوري ابطال افريقيا ولا مره،
واول مره تشارك في البطوله وبتقارنها لي بالنادي الاهلي؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ بس كرهكم وحقدكم على النادي الاهلي هو اللي بيخليكم تعملوا كده، ان انتوا نفسكم تشوفوا النادي الاهلي ده خسران، انكم نفسكم تشوفوا اي فرقه مصريه احسن من النادي الاهلي، وتقعد تكتب بقى بيراميدز عمل اللي ما عملوش النادي الاهلي، وتكتب وانت فرحان ان بيراميدز اتعادل مع سان داونز والنادي الاهلي راح خسر هناك 5. اكتب وانت فرحان. هو ده اللي انت عايزه؟ هو ده اللي انت كده فرحان صح؟ طب افرح بقى يا اخويا، بيراميدز قرب يخرج من دور المجموعات اهو، وخلي الاستثمار الجميل ينفعك. بيراميدز بعد ما صرف مليارات على الفرقه عشان ينافس النادي الاهلي محليا فشل، وبعد ما صرف مليارات على الفرقه علشان ينافس النادي الاهلي افريقيا كمان فشل. وهو ده تمامكم. عارفين ليه؟ علشان النوايا مش صادقه، وعلشان انتوا معمولين علشان انتوا بتكرهوا النادي الاهلي، وعلشان انتوا صرفتوا كل الفلوس دي كيدا في النادي الاهلي، مش ان انتوا تعملوا فرقه محترمه وان انتوا تقدموا كره محترمه وان انتوا تفيدوا الكره المصريه. ما كانش ده هدفكم، كان كل هدفك ان انت تكيد النادي الاهلي وتغيظ النادي الاهلي. هو ده كان كل هدفك من فكره بيراميدز وفكره نادي بيراميدز. فعشان كده ولا عارف تكسب ولا عارف تنافس ولا عارف تغيظ النادي الاهلي ولا عارف تتساوى بالنادي الاهلي ولا عمرك هتتساوى بالنادي الاهلي، وهتفضل كده في قاع المجموعه. بالشفا يا بيراميدز، بالشفا يا اعلام يا مصري. السلام عليكم.